أعزائي المشاهدين ومشاهدي ومتابعي صفحة الإعلامي علي فايز، حابب أطمنكم دلوقتي بفضل الله احنا تواصلنا مع السيدة المصرية اللي كانت موجودة في المستشفى الألماني السعودي وعندها مشكلة وكانت معرضة إنها تطرد بره المستشفى. بشكر المهندس محمد صدقي الجعفري رجل الأعمال المصري المحترم ابن العم والصديق. الساعة 2 بالليل لما كلمته الراجل تواصل من الساعة 2 بالليل وهو بيتواصل مع القنصل جدة ومع وزير الصحة السعودي ومع مهندس صبحي صاحب مستشفيات السعودي الألماني على مستوى العالم، وتواصل معاهم وبالفعل هو تواجد حاليا في الطريق رايح المستشفى الألماني السعودي. وبفضل الله بشكر كل المصريين اللي تواجدوا وراحوا المستشفى ورئيس الجالية المصرية وكل الناس اللي استجابت بفضل الله. وحابب اشكر بقى صاحب الموضوع الرئيسي على السفيريه وابو الحاج على جروب انا ومركز مصر اللي بعت لي منشني وقال لي يا استاذ علي جيت تشوف الموضوع ده، وبفضل الله بشكر ربنا واننا كنا سبب في ان احنا نساعد الست دي، وهو ده اللي احنا بنقول عليه اي حد بيقدر يساعد من مكانه بيساعد. وانا بسبب الموضوع ده ان شاء الله في برنامج طريق الخير الايام الجايه هنعمل جزء خاص بمشاكل المصريين في الخارج في جميع الدول العربيه والاوروبيه. بفضل الله اي حد عنده اي مشكله يتواصل مع برنامج طريق الخير واحنا هنعمل اللي نقدر عليه، يعني احنا مش هنوعد بحل ولكن هنعمل اللي نقدر عليه. وتعالوا مع بعض نشوف المهندس محمد صدقي الجعفري رجل الاعمال المحترم مع الدكتور احمد البنا مدير المستشفى السعودي الالماني في السعوديه. تعالوا نشوفهم مع بعض وهم بيطمنونا على حاله الست. وشكرا لكل الناس اللي شاركت في الموضوع. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا بنطمن اهالينا في مصر، احنا الان في مستشفى السعودي الالماني جده. أنا أحمد البنا مدير المستشفى، معايا المهندس محمد. الحقيقة يعني بنطمن كل أهالينا في مصر إن الأخت بسمة بخير، وإحنا على كافة الاستعداد للرعاية التامة إلين ما نطمن عليها إن شاء الله وتخرج بالسلامة وتسافر مصر وتتابع حالتها كمان في مستشفى السعودي الألماني في القاهرة. ونشكر المهندس صبحي البترجي على الدعم الكامل لكل اللي محتاجاه الاستاذه بسمه، والفريق الطبي على كامل الاستعداد لكل طلباتها. وكمان المهندس محمد والسفير وسعاده القنصل اتصلوا، وسعاده القنصل زارنا اليوم. الحقيقه يعني بيطمن اهالينا في مصر انه الحاله متابعه 100% طبيا ونفسيا، الحمد لله هي في اتم حال الان. ونشكر كل الاهالي والناس اللي بتتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنطمنهم ثاني انه بسمه بخير وبسمه مش هتخرج الا وهي في كامل الاستعداد النفسي والبدني انها تعرف تكمل حياتها ان شاء الله وتسافر مصر بخير وسلام. بشكر طبعا الاخ احمد البنا الاستجابه السريعه، وبتقدم بخالص الشكر للمهندس صبحي البترجي. بصراحه انا كلمته تقريبا امبارح الساعه 2:30 صباحا، ولقيته الصبح طبعا بيكلمني هو وزير الصحه السعودي.